والاخوان مين اللي بيساندهم؟ امريكا على المكشوف. على المكشوف امريكا بتساند تيارات الاسلام السياسي على المكشوف. طيب اوروبا رايها ايه؟ اوروبا مش موافقه على الكلام ده. امريكا عايزه تعمل فوضى علشان تصل الى اهدافها، وانا قلت هذا الكلام. اللي ورا حادث بورسعيد، اللي خطط لحادث بورسعيد واللي وضع الخطه المخابرات الامريكيه بالاشتراك مع المخابرات الواسا، اللي هو اسمه جهاز واسا بتاع الاخوان المسلمين اللي بتصنطوا عليا في التليفون. قسما بالله انا عارف ان انتوا بتصنطوا عليا في التليفون، وبقول لك يا اسامه يا ياسين اتصنط عليا في التليفون براحتك. انا ما بقولش اسرار، انا اللي جوه عندي زي اللي بره. انت سامعني يابا؟ حبيبي، عشان خاطر انت ايه بقى؟ تبقى فرحان قوي، افرح وعارف. بص بقى، لو ليا مزاج، لو مسكت سلوك الكهرباء يا اسامه ياسين ما تعرفش تتصنط عليا هعمل كده، انما انا ما بعملش عشان عايزك تسمع. ده انا بكون سعيد وانت بتسمع. زي اللي انت بعتها لي رميها علي، عارفها والله وحافظها وبراحتك، كله على المكشوف يا باشا. انا ما بلعبش الا على المكشوف. بقى انا برضو اتبعت لي واحده الله العظيم، ده اخر حاجه ممكن تتعامل معايا، واخد بالك؟ مش انا بعت لي واحده. ابعت يا اخوي، ربنا يكتر وحيدك، الهي تبعت لي 10 ابقى مرزق. سوسو، واخد بالك حبيبي؟ يا واد يا خلبوس، يا واد يا جميل انت، يا اشقر يا ابو عينين ملونه، يا سوسو، يا توتو، يا مومو. بعت لي واحده؟ ابعت يا حبيبي يا شيخ والنبي عشان خاطري، خليهم 10، خليهم 10، هكون فرحان قوي. براحتك، انت تبعت وانا ابعت ونقعد نبعت لبعض كده لغايه ما نحب بعض والنبي